يا بلادي يا روحا وذات، يا حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة ونجهر بحبك علن. يا بلادي ما غيرك وطن، يا بلادي ما غيرك وطن. اهلا وسهلا بكم في سلطنة عمان. ويلكم تو سلطنة عمان. باذن الله تعالى اليوم نعيشكم في سلطنة عمان. محدثكم محمد الذهلي وحبايبنا منذر طارق. لا منذر طارق. المهم ذا توينز 8. يا سلام، هذا أول منظر تشوفوه في عمان، أكيد مستغربين. شوفوا درجة نقاوة الماء، يا سلام. طبعا السلطنة من الدول الساحلية، ساحلها أطول من 3000 كيلومتر، وهذه إحدى الجزر الجميلة اللذيذة فيها. قاس أمزح يا ناس، اليوم متبلخص من المالديف لك فرع عمان. هذه المالديف هذه عبارة عن اسمها جزيرة ديمانيات من 9 جزر جميلات نفسكم. هذا هو الموج، وخلصنا المكان الأول ومنطلقين إلى المكان الثاني. وين تتوقعوا؟ يلا. هذه هي حديقة الريام الطبيعية في ولاية مطرح، وإن شاء الله تعالى نحاول نوصلكم هناك فوق هذاك البرج. جماعة الخير، على فكرة حديقة الريام تعتبر هايد بارك، ترى نفس الشيء. شوفها كورنيش مطرح، كراسي، والأجواء عليلة. هذه تسمى مسقط القديمة، والآن نحن في طريقنا إلى قصر العلم، قصر صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه. هذا المتحف الوطني، وهذه وزارة المالية. والآن بنروح قصر العلم، وهذا هو قصر صاحب الجلالة. هذا هو قصر العلم من القريب. طبعا الأجواء ما حر أبدا، والله ماني صائم. قضينا لفة جميلة في شوارع مسقط وحديقة الريام، طالعين فوق، مكان جميل جدا. طارق بسرعة خلا صايمين. وشوف الساعة كم، لكن الله كان. والآن ويلكم بلقيس. أهلا وسهلا متابعين بلقيس. حتى شوفوا المنظر، شوفوا. نحدثكم عن هذه الأبراج وليش موجودة. معلومة جدا مهمة لكم، ليش هذه الأبراج هنا تكون موجودة وليش المدافع أصلا اللي هنا؟ لأن عمان أصلا كانت تعيش حروب، فهذه الأبراج للمراقبة، وهذه المدافع شكرا محمد الذهلي على المعلومة، لكن فهمني وش يعني المدافع؟ دف يعني هذه المدافع تستخدم شكرا أخوي العزيز. تعال أراويكم المنظر. تعال. للمعلومات، عمان تتميز بالتضاريس كلها، يعني فيها البحر وفيها الصحراء وفيها الجبل، وإن شاء الله اليوم بتشوفون كلها إن شاء الله. عمان كثير بالتراثيات، خاصة في سوق مطرح. طارق خبرهم ان سوق مطرح من اقدم الاسواق الموجودة في السلطنة. يلا ناخذ نظرة بسيطة. تشموا اللي نشمه. ريحة اللبان. طيب وش فوق؟ طبعا نقوش على مد النظر. راويهم. انتم متخيلين ان السقف هذا كله من سعف النخيل ومن خشب الساج؟ على فكرة نسينا نقول لكم انه في حتى فضيات وذهب، حل الحريم طبعا. هذا الذهب اللي تكلمت عنه يا منذر. شوفوا الدائرة، اقول لكم معلومة ان في كبار السن هنا يشتغلوا من سنين، آلاف سنين قاعد اقول. شمس ما شمس احنا ما في. ايوه لازم نوريكم المتعة اليوم. دراجات
ورايحين على الرمال. جاهزين؟ يلا. يا منذر، نعم. احنا الان ما طلعنا من مسقط، وش شفنا؟ شفنا الجبل وشفنا الصحراء وشفنا البحار وبعد نشوف اكثر واكثر. يلا نشوف اكثر واكثر. يا سلام، شوفوا المكان كيف. اخوي العزيز، وايش اسم المكان؟ طبعا هذا اسم المكان رمال بوشر، من افضل الرمال الموجوده في مسقط. طريق العودة. بالزي العماني. أخيراً نعرض لهم بعض الأزياء العمانية. يلا بنا. يلا سير رفشه ليه. الله في مكان. يا سلام، بنضبطكم اليوم، بنضبطكم. منظر طارق. أهلا. الآن هذا وش؟ هذه الدشداش العمانية اللي كل حد يلبسها في أي مكان. حلو. الآن هنا بنرويهم كيف يلبسوا المصار والشالات والبشت والحركات. الآن انتم وش على راسكم؟ لابسين الكم العمانية. والآن بنرويهم كيف نلبس المصار، هذا للمناسبات. هذا المصر كشميري. طيب في حاجة نلبسها هنا. أكيد الخنجر العماني. الخنجر العماني، وروهم الخناجر العمانية. شوف هنا لف. الله شوفوا كيف المكان كله. هذا الخنجر اللي هو خنجر العاج، وهنا الخنجر اللي هو الخنجر السعيدي. طبعا هذه كلها من فضة. وايضا هذه من الخناجر. لا تنسى المحزن. هذا اهم شيء. كيف نلبس الخنجر اليوم؟ بتشوفوا كيف نكتشفه باذن الله. يلا بسم الله. كيف اللباس؟ لا بأس به. ايوه لكن يلا نتكشف. سوي كذا. كيف اللباس؟ لا بأس به. ايوه لكن يلا نتكشف. سوي كذا. يا اهلا رايكم الان باللبس؟ شوف مختلف تماما. هذا الزي العماني، وبعدكم ما شفتوا شيء، الان بتشوفوه كامل باذن الله. نبدا بالزي الصوري مع الحبيب. يا سلام، ايش رايكم؟ بس صورة. ممتاز. هذا اللي تشوفوه تو زي المناسبات الرسمي. صورة. يا سلام. وهذا الزي الظفاري. خبور خير. الله يحييك. ما بنوريكم بس الازياء الرجاليه، لا عندنا ملكة جمال هنا. الله اكبر. ويش هذا اللبس؟ لبس السوري. الله، شوفوا كيف. وهذا الزي الظفاري الجميل في الأنيقة. خبور خير. يا سلام. اخر زي هو الزي البلوشي. ما تراه بكنا. تقول لكم احبكم كلكم. شكرا شيام. باي. عفوا. باي. زين سؤال شيام، من طارق ومن منذر؟ يلا تقولي نتشابه. هذا الطارق وهذا من. يا أهلا وسهلا مرة ثانية. انا احس الناس جوعانين. تو بعدنا أول شيء لحظة لحظه. لبس جديد مرة ثانية. ايوه لبس كشخال. شوفوا طيب كيف في توأم. شيء ناقص. توأم. إيش الحاجة الناقصة اللي للآن ما خبرناهم بها؟ الحلوى العمانية. يستحسن تلقى عمان وما تذوق الحلوى العماني. عادي أفطر. لا. أنواع وأشكال التمور والحلوى، لكن أنا بغى أشوف كيفية صنع الحلوى. يلا نشوف مع بعض. الآن هذه مكونات صناعة الحلوى. طبعا الزعفران والهيل والمكسرات وماء الورد. سابقا كانت كلها أشغال يدوية، لكن لا زالت موجودة في المصانع الصغيرة. الآن المصانع الكبيرة محتاجة للآلات على أساس الاستمرار. طبعا الحلوى العمانية ألوان وأنواع وأشكال. هذه كانت الحلوى السوداء، هذه الحلوى البيضاء، وكل واحدة مختلفة. في الحلوى العمانية معروفة أنها تحتاج تحرك قرابة 3 ساعات. أنتوا لو تشموا الريحة اللي أنا أشمها الحين بتقولوا بنفطر. صار أخوي يشتغل ما شاء الله. شوف الحلوى، إضافة المكسرات والهيل والزعفران. يا سلام، عشان تكون ريحة الحلوى جبارة. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق. منتج الأواني تعكس أو الباكجينج. ها باغي تسلم؟ شكله باغي يسلم. تعال اشرح لنا أنت كيف الحال؟ تشرح لنا اليوم؟ خالد اشرح لنا. خبرنا عن الحلوى. هذه الحلوى الخاصة. ايوه. الأواني وطنية. يا سلام، شوفوا كيف الأواني دائما وطنية. شباب بعد ما شفنا الحلوى وتعبنا من ريحة جايين دار الأوبرا السلطانية. باغي أرسل لكم دعاية عن بلقيس هنا
بتجيب رخيص شهر. دار الأوبرا السلطانية فيها محلات ومطاعم لذيذة، وفيها دار الأوبرا اللي بتسوي فيها بلقيس. على فكرة هذه أول دار أوبرا في الخليج العربي، معلومة تفيدكم. لذيذ الصوم دوم يكرم في كل وقت وكل حزان، يطهر قلب كل إنسان عمل لا ذنب يهزه. لذيذ الصوم يا روح العمر يا شريان، خفق في القلب يا عزان، على كل الشهور التاج، على حرف الألف همزة. لذيذ الصوم. قلنا محل الفطور، لكن وين؟ في جامع السلطان قابوس الأكبر. باخذكم لفة وشوف الأجواء هنا كيف جميلة. جامع السلطان قابوس يعتبر مزار سياحي مهم في مسقط، حتى غير مسلمين يجوا هنا ويصوروا. شوف هذا يضحك علي. السلام عليكم، كيف حالك؟ معروف ان الجامع الاكبر نقوشه من كل مكان، في من الاندلس، في من ايران، في من الهند، في من تركيا، في من كل مكان. ما شاء الله كيف الصفرة طويلة وبتكون مملوءة بالناس بعد قليل. وبكرة راح تكون في أطول سفرة في عمان، تدخل موسوعة جينيس إن شاء الله. مثل ما شايفين قائمين على الإفطار يوميا في رمضان. اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حياكم الله جميعا. الآن جايين نزور شجعان السرطان، لكن معانا حد رابع. مهند جاوبه. جايين نزور شجعان السرطان. تعرفوا هذا؟ بطل الأبطال. تعرفوا ولا لا؟ قل متبلقس. متبلقس. الله يحفظك يا رب ويحميك يا أخو علي. ما شاء الله. شوف هذا البطل علي، اسمه علي، من محاربين السرطان. يا رب الله يشفيه يا رب. حمدان قول متبلقس. متبلقس. يا سلام، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. السلام عليكم. يلا سووا حالكم. السلام عليكم. اوي هنا عواش. عايشة سوي حدي. من هذا؟ أنا البطل سيف. وش تقول؟ متبلقس. متبلقس. شكرا. سلم عليهم، سلم عليهم، سلم. هذا البطل أحمد. وش تقول؟ متبلقس في عمان. يا سلام بطل، الله يعطيك العافية. هلا هلا. من هذا؟ كيف صحتك؟ سلام. وش قاعد تسوي؟ اسم هذا البطل؟ أحمد. الله يحفظه يا رب. أحمد. ألو كلمني. هوي. يلا زهراء. متبلقس. الله عليك. الله هذه الهدية. هدية خذ. ترى قراءات، ترى الكواليس. متبلقس. يا سلام شطورة. والله شعور جميل جدا بعد ما انتهت زيارتنا لمرضى السرطان. ما نسميهم مرضى السرطان، شجعان السرطان. والآن ذاهبين وناوين. والآن معانا الشيف عيسى اللمكي غني عن التعريف، واليوم يعرفنا عن الأطباق العمانية. بسوي لكم كم طبق خفيفين لطيفين إن شاء الله يعجبكم. اوه لا زي العماني بعد. شوف الكشف. الله سوي باي باي. ما شاء الله عليك. عطنا اللي عندك. حياكم الله. اليوم راح نستعرض الاكلات العمانيه التقليديه. سلام. عندنا الشوى، وعندنا الثريد والهريس والبهارات العمانيه. عندنا الصبار والسح العماني مع لحم الغنم او لحم البقر. الشوى الطريقه التقليديه 4 ساعات في الفرن، وهذه النتيجه.
ما شاء الله يمي. اوه جايب اشياء غير بعد ها. الحين نستعرض بعض الاكلات العمانيه التقليديه. سلام. المضروبه. يا سلام. الهريس. الثريد. يا عيني. شيف عيسى سم. اعطيني سر من اسرار الطبخ. سر من اسرار الطبخ والنفس. اذا كان نفسك طيب تنطلق. يا سلام. شيف وش هذا ليمون لا يابس ليش؟ سر من اسرار البهارات العمانيه. شم. يا الله. شم. سر من اسرار البهارات العمانيه استخدم اللومي العماني. اللومي العماني تقدرون حتى تعملون عصير منه وشاي احمر باللومي العماني. لا صح. شباب بنسأل عن حاجة. انا مستغرب تعال ايش يعني هذا الاسم. وش يعني هيتام؟ هيتام هي تابعه لمنطقه الجازر منطقه الوسطى. حياكم الله في هيتام. قيس نحن ننتظرك في عمان. موطني الجلال والجمال. كل اللي شفتوه هي مجرد تغطية بسيطة جدا لمسقط، وان شاء الله القادم افضل. اللهم احفظ بلاد المسلمين أرضا وشعبا وحكاما. اللهم أصلح الحال ولم الشمل ووحد كلمتنا. وخلصنا التغطية. عمان ترحب فيكم دائما وابدا، كما يقولوا عين فراش وعين غطا وفي حفظ الله.